أصيب والد أشرف بسرطان الدم، فكان يرافقه في معهد الأورام بغرفة بها 4 أسرة، وكان بجانبه رجل مريض بسرطان الرئة. طوال الليل يبكي، وإذا نام لدقائق ينهض ويصرخ، فذهب أشرف إليه ليواسيه وقال له: أعلم أن ألم الكيماوي صعب، ولكن هذا قدر الله، وإن شاء الله سيخفف عنك. فوجئ أشرف بالرجل يضحك، ثم بكى وقال: أنا لا أبكي من الكيماوي، إن ألمي لا تتحمله الجبال. لقد ظلمت شريكي في تجارة كبيرة وكان له النصف، ومن طيبته ترك لي الإدارة، ولأن لي عقل إبليس أخرجته من التجارة بدون جنيه واحد، ولم أرحمه ولم أشفق على زوجته وأولاده ال3 وهم يغادرون بيتهم بعدما باعه بسبب سرقتي له. ولم يقل لي شريكي وهو يبكي سوى جملة واحدة: سأنتظرك أمام الله. ولكن للأسف لم أهتز لكلامه، لأن الدنيا كانت قد ضحكت لي، لدرجة أنني صدقت أن هذا مالي. وكبر أولادي وعاشوا في نعيم وقاموا بإدارة شركتي، ثم استولوا عليها وألقوا بي في الشارع. فأخبرتهم بشريكي ليردوا له ماله، فقالوا لي: سدد له يوم القيامة عندما تلتقي به. عندها سألت عن شريكي في كل مكان حتى عرفت مكانه، ووجدت أبناءه ما شاء الله مناصب وأموال، وعلمت منهم أن والدهم مات بسبب ظلمي له. وعندما طلبت منهم يسامحونني قالوا: والله لو دخول الجنة متوقف على حسنة منا لن نعطيها لك. ثم أتى بي أولادي إلى هنا منذ عام ولم أرهم حتى الآن، وكلما أغمضت عيني أجد شريكي أمامي يقول لي: لم يتبق سوى القليل لأحصل على حقي منك. فأنهض مفزوعة منذ مجيئي إلى هنا وأنا أرى مكاني في جهنم. حزن أشرف كثيرا، وبعد وفاة والده بشهر ذهب إلى المستشفى يسأل عن الرجل، فعلم بوفاته ولم يكن أحد معه، فتعجب وقال: لقد ظل هذا الرجل الظالم في نعيم وتوفيق وصحة ومال وأولاد ونجاح دنيوي، وهذا يخدع الكثير من الناس بأنهم على حق، وقد نسوا قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.